بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض القراقيش بالعجوة. هنقطعها باشكال مختلفة لذيذة جدا وطعمها حلو وسهلة جدا، هتعجبكم قوي لفطار اول يوم العيد. يلا بينا مع بعض بأمر الله نعملها مع بعض. وانا بعبيها هنا في علبة، ولازم تكون علبة محكمة الغلق عشان ما تعرضش الهواء. اول حاجة انا معايا كيلو دقيق ونص كوباية سكر بودرة، بكيلو دقيق ونص كوباية سكر بودرة، رشة ملح، معلقة صغيرة ريحة الكحك، ومعلقة صغيرة برضو بيكنج باودر. وهنحطهم مع بعض هنا في العجانة وهنقلبهم كده عشان الخليط الجاف كله يندمج مع بعضه. وبعد كده ننزل عليهم بالسمنة. احنا هنا معانا 400 جرام سمنة بلدي انا مسيحاها، هي مش سخنة، هي سايحة بس. وهنبدأ نشغل عليها العجانة، او لو هتعمليها على ايدك يبقى هتبسيها زي ما بتبسي الكحك كده. المهم تشربي الدقيق كل السمنة زي ما هتشوفوا دلوقتي النتيجة. هنفضل كده شايفين مبقاش فيه سمنة خالص، الدقيق كله اتشرب السمنة وبقت زي الرمل كده مفرولة. هنبدأ ننزل عليها هنا الأول نص كوباية مية، وعليها معلقة صغيرة خميرة فورية. هقلبها كويس وأنزل بيها أعجن عليها. أهم حاجة بس مرحلة البس دي تبقى كويسة قوي، اللي هي الخلط دلوقتي اللي هي بالسمنة والدقيق، علشان النتيجة تطلع كويسة. هنبدأ بقى ننزل عليهم بالمية اللي هي معاها الخميرة دي، نص كوباية مية، وبعدين نكمل تاني لحد ما تتشرب شوية، ونشغل تاني العجان أو نعجن بإيدينا تاني. وبعد كده أنا مجهزة كمان لبن، دي نص كوباية لبن حطيتها في نفس الكوباية اللي كان فيها الخميرة، وهنزل بيها. واحتجت كمان نص كوباية، يعني هي خد مني كوباية لبن ونص كوباية مية. وده برضو على حسب نوعية الدقيق، فانت هتحطيهم بالتدريج لحد ما توصلي للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي، انها تبقى عجينة متماسكة شوية، اصلب من الكحك. يعني الكحك بيبقى عجينته طرية خالص، لكن هنا هتبقى ماسكة نفسها شوية عن الكحك. زي ما انتوا شايفين كده عجينة ناعمة قوي ومتماسكة شوية. هبدأ بقى انزلها في الطبق او البولة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هظبطها كده وهغطيها بكيس بلاستيك من بتاع الاكل، وهحطها كده لحد ما اجهز المكان اللي انا هشتغل فيه. هنا انا كمان معايا نص كيلو او 500 جرام عجوة، هحط عليهم حوالي معلقة كبيرة زبدة على النار كده وافكها مع بعض واهرسها، وبعدين ابدا اقطعها كده عشان تساعدني في التشكيل. تبقى الحاجة جاهزة. هعملها كور كده وبرضه هعملها ابرمها شوية منها. هتشوفوا في التشكيل دلوقتي هنعمل بيها ايه. اول حاجة هنبدأ بقى ناخد حتة من العجين ونفردها كده بالنشابة، نفردها كويس حوالي سنتي. هنبدأ نفردها كده زي ما انتوا شايفين، ونقطعها دواير كده بأي قطعة عندك. خلي الدواير حجمها مناسب عشان هنطبقها على بعضها زي القطايف. العجينة بقى اللي اتلمت دي انا عجنتها كده تاني وحطيتها في نفس البولة وغطيتها عشان تفضل طرية. وهاخد حتة عجوة واقفلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طريقة التقفيل سهلة جدا، مش تاخد منك وقت خالص، بس النتيجة بجد في منتهى الجمال. بالشوكة بقى كده هثبت كمان واعمل شكل للأطراف.
حطيتها في الرف اللي في النص، وعملت الحرارة على 180 وشغلت المروحة وسبتها، مشغلتش الشواية خالص. هي خدت لون من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده، حلوة جدا. وادي كمان اللي هي اللقم، في منتهى الجمال برضو، التسوية حلوة جدا. العجينة بقى من جوه متماسكة كده وطرية، وبرضو مقرمشة بصراحة، في منتهى الجمال، وطعمها حلو جدا. اللبن كمان مديها طعم حلو قوي وطراوة حلوة جدا. الكيلو عمل لنا كمية حلوة ونضيفة ومعمولة في البيت، وكل سنة وانتوا طيبين. أتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. شايفين بقى الجمال والحلاوة، كمية حلوة جدا، وطعم وحلاوة بقى، مش قادرة اقول لكم على الطعم بتاعها عامل ازاي، مش هتشبعوا منها. وادي اهي، بصوا بقى من جوه